في شخص فيكم يا شباب حاسب عدد ضربات الجزاء اللي تحصل عليها الريال حتى اللحظة في الموسم؟ أنا صراحة بطلت أعد. إذا كان في آخر مباراتين الريال ماخذ 3 ضربات جزاء، وتقريبا الركلات اللي أخذها الريال للحظة ونحن لسه في بداية الموسم تعادل ما تحصل عليه فريق برشلونة في آخر 5 سنين يا أولاد المحظوظة. ولكن الركلات الأمس أمام فالنسيا لا غبار عليها، بس عشان نكون منصفين. وبعيدا عن الهزل، أداء الريال أمس كان مميز. الفريق قدر يسيطر ويتحكم في المباراة بشكل مثالي، لأن فريق فالنسيا أصلا يعني متواضع ومهدد بالهبوط يعني هذا الموسم، لأنهم في المركز رقم 18 ولم يفز الفريق في آخر 6 مباريات. ثنائية رائعة من امبابي ويستمر في التسجيل، وافتكر انه ما عنده منافس في الليغا وحياخد جائزة الهداف للموسم الثاني على التوالي وهو مرتاح. وبالانقهام يا شباب رجع بصورة رسمية 3 أهداف في آخر 3 مباريات. عموما يعني أداء دفاعي مميز من الريال مع تألق قلوب الدفاع والخروج بشباك نظيفة، دي كلها من فوائد مباراة فالنسيا. وتعتبر المباراة دي يعني تحضير مثالي بالنسبة لريال مدريد للمباراة القادمة في دور الأبطال أمام الليفر. مبروك مدريدستا. أنا زاهر زكريا، وفي الختام أحلى سلام.